السلام عليكم خوت، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فقط يعني الاشاره الحمد لله انه حنا ولينا كنهتموا بواحد الموضوع مهم جدا اللي هو التكوين القاعدي ولا التكوين المستمر. الحمد لله ولينا كنشوفوا على ان راه كاينه سياسه ديال العنايه مع الفئات السنيه الصغرى ديال المنتخب الوطني المغربي، وهكا غادي يبقى ديما الحمد لله المنتخب الكبير ديالنا يكون عنده خزان كبير ديال المواهب، ويكون عنده واحد لائحه كبيره ديال الاختيارات في مختلف المراكز. راه كل ما الخوت يعني كنا كنهتموا بالفئات السنيه الصغرى، راه على المدى البعيد ديما ستعطينا منتخب كبير وقوي وعندك العديد من الاختيارات. يعني نحاولوا نفتحوا اكاديميات على مستوى الجهات كاملين ديال المملكه، يكونوا كيهتموا يعني بالمواهب الشابه، كيهتموا بالتنقيب على المواهب في الاحياء الهامشيه، كيهتموا ايضا في الاستقبال ديال جميع يعني اللاعبين الشباب اللي باغيين يهتموا بكره القدم. هكا غادي يكون تطوير ديال الموهبه ديالهم على المستوى التقني على المستوى الفني وما الى ذلك. ايضا نحاولوا على انه دابا الحمد لله راه كاينين يعني لاعبين محترفين كينشطوا في الدوريات الاوروبيه كبار جدا، مغاربه عندهم جنسيات مختلفه. حنا كنشوفوا دابا المجهود اللي كدير الجامعه لانها كتحاول لانها تستقطب هاد اللاعبين الصغار. كذلك هاد اللاعبين غادي نطعموا بهم، ولكن دائما نحاولوا على انه داخل السياسه ديالنا الكرويه ديال البلاد نشتغلوا على هذا الجانب هذا، لانه جانب مهم جدا ودائما غادي يخلي المنتخب الوطني المغربي الكبير عنده اختيارات عديده ومتعدده. لانه الا اشتغلنا على المستوى الصغير اكيد المستوى ديال الكبار غادي يكون كبير جدا، وما عمرنا غادي نطيحوا في داك المشكل ديال يكون عندك جيل كبير ديال اللاعبين الكبار فجاه غادي يكبروا ولا غادي يوصلوا لواحد لاج اللي ما يقدوش يعطيوك، ونحتاج عاوتاني مده كبيره باش نعاودوا نوليو نبنيو جيل اخر. ولكن على العكس، لكن ما قلت انا الا كنا كنشتغلوا على الفئات السنيه ديالنا الصغيره المتوسطه والكبار، ما عمر المنتخب الوطني ديال الفئه ديال الكبار انه غادي يحتاج لاعبين غادي يعوضوا لاعبين اخرين. دائما غتلقى عندنا واحد البنك الاحتياط كبير جدا وفيه مواهب عديده ومتعدده. فتحياتي لكم الخوت دائما على قناه ولا صفحه مونديال فانز، دائما مع جديد ان شاء الله. هادو اشارات مهمه اللي كنحاولوا نتقاسموها معكم، لانه فعلا راه كل ما كان عندنا تكوين مستمر وتكوين قاعدي دائما غادي يكون عندنا واحد لاباز كبيره جدا في المستقبل.